اي اف ام 6 على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، مرحبا بكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. تنجموا تفرجوا فينا اي اف ام تي في، الشان يوتيوب تاعنا راديو اي اف ام، وعلى مختلف لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام تيك توك راديو اي اف ام، واخر الاخبار على efm.tn. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. احلى فايزه، احلى يوفس، احلى فايزه في الدنيا. يلا احلى نمشيو. بابا، والله واتيتك الابوه بالله رينا نعطي في النصائح والله لازم نقراو على برافو. رواحهم. بون كوراج للصغيرات اللي في أي. السيمين شفتوا. بلوكي، لانه السيمين بلوكي بدات هما برشا. اليوم. فما عباد ما قراتش نذكروا يوسف. وي ان شاء الله ربي نجح الناس الكل. فما امتحانات بالطبيعه، فما بيان سور. امتحانات. لا فما جديد. امتحانات، اما هكا ثما صغار ما قراوش، أي. ماك الاضرابات وي وكل شيء. للاسف نقعدوا ديما نفس اللوبانه نحكيو فيها، ولا الابتدائي ما عداوش. اي الابتدائي ان شاء الله ربي نجح الاخرين. امين امين. وكهو يلا نبداو تو سويت ميديا مارك. نبداو ميديا ماج يوسف بتصريح لنقيب الصحفيين محمد ياسين جلاسي اللي اعتبر انه وضع حريه الصحافه والتعبير وحقوق الصحفيين سيء جدا في الفتره هذه. نقيب الصحفيين يوسف قال انه اليوم فما تراجع في المكتسبات على جميع المستويات في علاقه بحق نفاذ للمعلومه وتزايد الانتهاكات ضد الصحفيين. مكتسبات يظهر لي المكتسبات خذيناها شويه بعد الثوره، بعد تراجع ماشي وتيح. اي كيف ما انتقد جلاسي امتناع الحكومه على نشر الاتفاقيه الاطاريه المشتركه للصحفيين وسط تدهور الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للصحفيين. واكد جلاسي ان انهاك حوالي 1000 صحفي في تونس يعملون دون اي حمايه قانونية، مشددة على أنه الاتفاقية الإطارية اللي طالب بها الهيكل المهنية الصحفية ستوفر إطار قانوني لعمل كل مهني القطاع. يوسف خليني نعلق، سامحني. لا بيان سور. بالحق كأنا صحفية إهانة كبيرة اليوم للصحفي أنه يخدم بلاش إطار قانوني، بيان سور. بلاش تغطية اجتماعية. وي معناتها توجع بيان سور في مختلف سلطة رابع حب ولا كرهه. وراهو معناها خدمة محترمة، خدمة نبيلة، توصل المعلومة للمواطن بغض النظر كما نقولوا على هما يقولك إعلام أوكي ثم الخايب والباهي في القطاعات الكل. لكن اليوم فضيحة كبيرة كي نلقاو صحفيين يخدموا من غير تغطية اجتماعية، من غير كونترا محترم، من غير حقوق. اليوم كيفاش تحبوا يكون الصحافي ومن غير شهرية محترمة خلينا نقولوا الحقيقة. هذا يفتح الباب للرشوة وللفساد يا يوسف. بيسور هذا الموضوع برشا مرات حكينا فيه في ميديا ماج انا وياك فايزة، انه الصحافي كي يخرج من الليبسي وباش يجي يدخل للحياة المهنية راه باش يلقى شهرية معناتها تضحك. خلينا نقولوا بصراحة معناتها باش يلقى 700 و800 دينار. ومش الناس الكل راهو والديهم ينجموا يصرفوا عليهم بعد 3 سنين، بوين 4 سنين وقتها دون لو طون 4 سنين معناها يزيدوا يصرفوا عليك هما وانت تخدم، معناها تصرف على الخدمة. ماهوش سهل. اوكي لازمنا نتعبوا من الاول يوسف، نقولوا نتعبوا اما ما يخلطولهاش راه 600 و700 يعني. اي فما اللي ما يخلطولهاش، وحتى 600 و700 راه شويه الحقيقه معناتها، حتى مليون شويه راه مليون الصحافي شويه، لانه يعطي من وقته، يعطي من فكره، يعطي من مخه، يعطي معناتها. والمشكل نتاع المهن هذه كيما الصحافه اللي مهن تتعمل افيك باسيون، معناتها اسكو انت عندك الرغبه باش تخدمها ولا ماهيش ما تنجمش تقوم من النوم تولي صحافي. وما تنجمش انت مثلا كريك مش خالص وما تنجمش حتى تاكل ساعات. ثم صحفيين شفنا تدوينات اللي ثم صحفيين ماشي ينجموا يقضيوا لديارهم، ماشي ينجموا يعيشوا عائلاتهم، وتطلب منه انه يكون يخدم معناها ويعطي المعلومه صحيحه. راهي خدمه كيما الخدم، راهي ماهيش هوايه. هي شو هذيك هوايه مش هوايه، لانه فما برشا معناتها عباد دخلوا الى الميدان وميدان الصحافه بالهوايه، معناتها ماهوش دي فورماسيون صحافي. اما الحقيقه سامتي اللي لازم تكون هذوكم الاعلاميين، انا نحكي على الصحفيين الموجودين يخدموا في عمل صحفي. فما صحفيين واعلاميين هكا ثم برشا ونجحوا معناها ونجحوا اي ماهيش كيف راهي هذيك. معناتها مش اي واحد عنده قلم ولا اي واحد ينجم يخدم تقرير ولا ينجم يخدم يعمل انترفيو ولا حاجه. انا مش نحكي على الاعلاميين مرحبا بهم، قلنا ثم هوات ودخلوا فرضوا رواحهم وتبارك الله عليهم، وخير حتى من جماعه معهد الصحافه احقاق
احقاقا للحق. الاعلامي ما ينجم يعمل شيء من غير صحفيين في الليكيب نتاعو. الليكيب البرود هي دينامو، ما انت تنجم تخدم بلاش امينه بوغنجه. امينه بوغنجه صحفيه. قوم الصباح انا من غير امينه بوغنجه. لا عاد لي برشا هكا توا تكلمني الصباح تقول لي قوم معاش بكري. هي زايده تقيمك هذه لا قبل ولا تحسنت تو وليت نحط ريفي تو جو قبل ولا قبل يا صح بالحق. وراء كل اعلامي ناجح اليوم وراء الميكرو وراء الكاميرا فريق نتاع انتاج قوي برشا ومعدين بالحق. نرجعوا نوجه لهم كان تحيه. نرجعوا جوست فيز على وضع حريه الصحافه والتعبير، لانه هو هذا اللي يحكي فيه النقيب الصحفيين، حريه التعبير والصحافه وحقوق الصحفيين هذاك حكينا فيه. حريه التعبير اون لو ريسون معناتها الحقيقه قاعدين نعيشوا فيه نحسوا فيه كل يوم انه فما تقلص في حريه التعبير، فما خوف فما خوف اكثر من تهديد راه، لانه حتى حد ما يجيك الصباح يقول لك ليه ما تحكيش في الموضوع هذا، اما راك تحكي راك باش تتعدى بالمرسوم كذا وكذا وراك باش تتعاقد. ايه اما بون هذه راه مش حاجه زاد مسؤوليه شويه لو الصحفيين في هذا راه، معناتها الصحفيين لازم خويا انا الموضوع هذا اللي نحب نحكي فيه ما يشدني حتى حد. دونك لهنا حريه التعبير نحن نوعا ما قاعدين زاد نسانسروا في رواحنا نعملوا في اوتو سانسور الحق نتاع ربي. فما عباد عندها عائلات وعندها شنيا الحل انه نتراجعوا على المناشير اللي قاعده تكبت في الصحفيين، تكبت في حريه التعبير وقاعده تكبل نوعا ما في خدمه الصحافي. وفما حاجه اخرى بالله زاد مهمه على الاخر، لانه نحن نخدموا في البريفي وممكن زاد تو شنو 90% بريفي هو في تونس، الاعلام والصحافه وكل شيء كلها بريفي ولات. دونك العلاقه ما بين وسيله الاعلام والمستشارين زاد كيف لازمها زاد تتحسن راهو، معناتها لازم نلقاو اون سوليوشن انه تتلم الناس الكل باش الناس الكل تاخذ لابار دو غاتو، معناتها الحقيقه باش الناس الكل تقعد عايشه، لانه كل مره نسمعوا هاو تلفزه باش تسكر، هاو راديو باش تسكر، هاو راهو عيب انه من بعد 11 سنه من الثوره والمكسب الوحيد ممكن اللي ربحناه انه تراو التلفزه ولا راديو تسكر، راهو سي تري غراف. دونك الموديل ايكونوميك نتاع المستشارين لازم نلقاو له حل توتار. وش زيدا الباغ الكبيره تمشي لراديو ولا تلفزه معينه يا خويا اللي يعمل اكثر اودينس مرحبا به ياخذ اكثر بار، نمشيو بالاودينس. نحن حكايه الاودينس هذه نحكيو فيها عنا برشا، لازمنا راهو مقياس نتاع اودينس فيابل يحسب لنا نحن توا قداش من واحد يسمع فينا، ولازم في التلفزه نعرفوا قداش من واحد تفرج في البرنامج هذاك باش نجموا نحن كي تمشي انت المستشهر تقول له راني انا يتفرجوا فيا مليون في بعد شيف كونكريت صحيت، معناتها عنده دي ستاتيستيك قدامه، هذه لازم نلقاو له حل في اقرب وقت باش الاعلام يقعد عايش، خاطر سينو ما عملنا حتى شيء. بعدنا على التلفزه الوطنيه ذيك خاطر كل مره باش نحلوا معاهم ديبا زايد، اما للبريفي لازم نلقاو ان موديل ايكونوميك يرضي الناس الكل باش نجم الناس الكل تعيش، سينو رانا ما عملنا حتى شيء. حاجه اخرى زاده وقت اللي انا نعمل تقرير ولا نعمل ان سوجي في برنامجي ينجم نوعا ما يمس فلان من مستشهر، هذه الكل لازم يتلم معناتها، سينو ما عملنا حتى شيء. ام سي اس عملت معناتها روبورتاج كامل على اوبر نتاع الشوفير اوبر هذوكم، بعد كوبير بوب جات بوبليسيتي اوبر هما فتقوهم معناتها في التقرير. ريت لنا وين حريه الصحافه، لنا وين حريه التعبير. فوالا تعدوا اللي بعد. يلا كنا حكينا يوسف على الاضراب المقرر في مؤسستي الاذاعه والتلفزه التونسيه نهار 17 و 18 ديسمبر واللي يتزامن مع الانتخابات التشريعيه. وزير الشؤون الاجتماعيه قال انه اسباب مش مفهومه، واكد انه الحكومه بدات في عقد الجلسات التفاوضيه مع الجامعه العامه للاعلام من اجل الحديث حول مطالب الصحفيين، كيف ما عبر على تفاؤل الوزير انه يقع تاجيل الاضراب والا الغاؤه. نذكروا انه الاضراب اللي اعلنه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل من اجل اصدار الامر الخاص بتنقيح النظام الاساسي لمؤسستي الاذاعه والتلفزه التونسيه وفق اتفاق 28 جوان 2021 الممضى بمقر وزاره الشؤون الاجتماعيه. ومش غريب انه وزاره الشؤون الاجتماعيه تمضي اتفاق وما يتنفذش، يقعد حبر على ورق. دي صح سيد وزير الشؤون الاجتماعيه ان شاء الله ديما متفائل. قال لكم يا الغي ومتفائل متفائل خاطر باهي خليني في عوز التفاؤل الحلول معناتها الحل زعما ما يكونش اللي هو سور اللي هو باش يتم الغاء الاضراب
باش يتم الغاء الاضراب لانه جاي في معناتها في الانتخابات باش الظاهر باش فما الغاء للاضراب. ان شاء الله يكون الغاء بتنفيذ الاتفاقيه. بيان سور ما تقوليش متفائل، قل لي رانا باش ننفذ الاتفاقيه وكاو يلا فازت. كنا حكينا يوسف زيد على تجاهل التلفزيون الجزائري واغلب وسائل الاعلام الجزائريه للمنتخب المغربي وانتصاراته في مونديال قطر 2022. نهار السبت ما زالت اغلب وسائل الاعلام الجزائريه تتحدث عن انسحاب المنتخب البرتغالي إلا التلفزيون الرسمي الجزائري اللي أعلن نتيجة مقابلة البرتغال والمغرب. نجموا نشوفوا الفيديو على اي في هذه الاثناء المنتخب الفرنسي امام نظيره الانجليزي بهدف نظيف، وهي اخر مباراة في هذا الدور من اجل افتكاك البطاقة الرابعة للدور نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب المغربي الى الدور ذاته بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون. في أقل من 24 ساعة وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني يصدر قرار بإقالة المدير العام للتلفزيون الجزائري شعبان لونيكل بعد عام ونص من تعيينه. شو رايك يوسف؟ خاصة انت تابعت وتابعنا احنا في ميديا ما كيفاش تجاهلوا النتيجة وكيفاش السياسة اللي والأزمة اللي بين المغرب والجزائر على الصحراء الغربية سيطرت وخليت معناها لي زامبرانت نتاعها على الكرة اللي وحدت شعب المغرب العربي اللي ما وحدوش الاتحاد. بالحق انا فرحانه برشا كي نرى علم تونس المغرب موريتانيا الجزائر يشجعوا اليوم الاتحاد. ما نجمش يوحد المغرب العربي. اليوم نلقاو الكره والفوز نتاع المغرب وهنيئا ليهم وحدوهم ومحلى الاحساس. نلقاو التلفزيون الجزائري الرسمي يتجاهل المباراه من بعد نهار اللي قال النتيجه تم اقاله المدير العام. اي الحقيقه شو قداش بعيده السياسه على الكرة وجو الكرة الحقيقة لأنه في مباراة المغرب شفنا ضربوا الجزائر في وسط الجمهور نتاع المغاربة. قداش بعيدة السياسة على الكرة. حاجة أخرى أخي ما فما خط تحرير ولا ما فهمتش أنا كيفاش يخدموا في الجزائر. ممكن تعرفهم أكثر أنت ما فما خط تحرير يا أخي. ما تحكيليش في السوجي هذا. إيه ما فما بون فما شكون يقول لك بالعكس موقف باهي فما شكون يثمنوا الموقف هذا يقول لك معناها بما انه ثم ازمه ازمه على الصحراء الغربيه بين الجزائر والمغرب. فما شكون يقول لك باهي انه التلفزيون الرسمي ما يعديش المباراه. هي فما ازمه اما مش حقيقه هذيك اللي يعدي فيها. فما ازمه سياسيه ما بين المغرب والجزائر. اما في القمه الاخيره حضرت المغرب ومعناتها حضر الطرف الجزائري. اي الموضوع لهنا مو فما خط تحرير قبل ما يعدي الاخبار. هو يتعدى على رئيس تحرير. رئيس تحرير يقول له مثلا رانا نحن تلفزه حكوميه جزائريه ما نحكيوش على المغرب ويتنحل الموضوع هذا. فوت بروفيسيونيل عندي انا خاطر هي ازمه بوليتيك ما بين زوز دول وانت في تلفزه حكوميه. دونك ما نجموش نلوموا على تلفزه حكوميه. انا ما تقولش معناتها انها معناتها تتجاهل الموضوع هذا خاطر هي مسيطر عليها الدولة. دونك الحقيقة فما خط تحرير معناتها غالط. هو نوعا ما مدير التلفزة غالط. بون تمشي لرئاسة التحرير بون تم إقالته خاطر عندهم هما فوت جراف. دونك الحقيقة ميمسي ماذا بينا ما يصيرش. احنا ماذا بينا يتعدى عليه هو نتيجة. بالطبيعة ماذا بينا يتعدى لا ما عطيتك لو كونتكست معناتها انا الإقالة تظهر لي عادية ما نعرفش ما تظهر لي معناتها في بلاصتها لأنه فما كيما نقولوا نحن كلمة من الفوق اللي راهو المغرب ما تجبدش عليها في التلفزة حكومية مثلا. نعرفش يعني تعطي يولي من بعد. نختموا ميديا ماغ كيف بالمونديال وين شهد مونديال قطر سنة وفاة زوج صحفيين مالوغوزمون. الأول الصحفي الأمريكي المتخصص بتغطية مباريات كرة القدم خلال مقابلة هولندا والأرجنتين بسبب التهاب الشعب الهوائية. وعقب يوم واحد فقط المصور في قناة الكأس خالد المسلم البالغ من العمر 43 سنة اللي توفى فجأة. هذه زاد ضريبة الصحافة ضريبة المهنة انه بالحق الصحافي اليوم يعطي من روحه وما يخممش في بدنه. مش عكس الخدم الاخرين انه
نمرض حتى شويه ما نمشيش نخدم. اليوم الواجب نتاع الخدمه وواجب العمل يخليك انك تجي وتخلي وراك كيما نقولوا مشاكلك الكل تخليها في دارك قبل ما تخرج. حتى المرض نتاعك ما تحسش بيه، توصل تخدم وانت مريض عادي، معناها انه باش يصير هكا. باش نشوفوا معناها كيما الفنان ساعات يموت على المسرح والا معناتها هذيك هي ضريبه الخدمه. الصحفي الامريكي هذا جرانت وول هو الصحفي عنده براتيكمون الجمعه مريض ديجا، هبط على ريزو سوسيو نتاعو لانه فما ايبيديمي نتاع برونشيت تدور في قطر. دونك عنده جمعه ملي مريض ويهبط خاطر اكتيف برشا على ريزو سوسيو. صحافي في الميدان كرة القدم معروف برشا راهو معناتها كتب حتى كتاب على بيكام وكتب برشا كتب على الكورة وقدم روحه حتى على لرئاسة الفيفا عام 2011. الصحفي هذا من أبرز الصحفيين في الدومين نتاع كرة القدم معناتها، وأمريكي الجنسية، يخدم براتيكمون في الراديوات والتلفز نتاع أمريكا الكل، يتشكى عنده برشا ومديدة من معناتها من البرونشيت نتاعو. بالطبيعة تعرف من بعد ما توفى خرجوا كل لي سوسبيسيون انه تقتل في قطر، وخرج خوه حكى وفسخ الفيديو معناتها ذوما المعلومات الموجودين الكل، خرج حكى لانه فما قضيه هو ياسر يدافع على قضيه المثليه الجنسيه وكيفاش في قطر، وحب يلبس الماريو الريمبو فلاج وما خليوش يدخل في الاستاد وربطوها كيفاش مات. اما هو مات معناتها عنده كريز كاردياك. تبعتوا الموضوع وتحكي برشا عليه الصحافي وقعد يخدم كمان، عنده جمعه مريض ويخدم ديرنييرمون اخر حاجه قبل الماتش نتاع هولندا والارجنتين، هبط اللي راهو بدنه تعب برشا وكمان مشي للاستاد. دونك مع البريسيون مع الجمهور تصور راهو تعب على. شكرا لك، شكرا لك، عايشك. ميديا ماغ نلقاو على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. نتقابلوا غدا مع فيزا العرفاوي في ميديا ماغ جديده. اليوم طقس مغايم.